اليوم بمناسبة ذكرى عيد المسيرة الخضراء 6 نوفمبر 22 نفتتح بحول الله وبمشيئته مركز الأشخاص المسنين، استقبال الأشخاص المسنين بدون مأوى، باعتباره مركزا للرعاية الاجتماعية الذي سيعزز مجموعة من المراكز ذات الاختصاصات المتعددة بالجهة. هذا المرفق هو مؤسسة للرعاية الاجتماعية تعنى بالأشخاص المسنين في وضعية الهشاشة وبدون مأوى. السعة الإجمالية للمركز أزيد من 40 شخص للجنسين. معلمة يعني ستكون تاريخية وستكون حافلة في سجل مدينة قلميم، والتي ستأوي عدد كبير من المسنين.